السلام عليكم أصدقائي وأخواتي المغاربة، كيف حالكم؟ صراحة عندي قصة حلوة أحكيها لكم. أنا كنت محظوظ وسافرت لنيويورك وزرت دول مثل إيطاليا واليونان وبلجيكا وإنجلترا وإسبانيا وسويسرا وتشيك وألمانيا والبرتغال ودبي وحتى الهند. لكن بصراحة المغرب هو الوطن اللي كان بغيه على كل شيء. الارتباط بهذه البلاد ما يتوصفش يا جماعة. خلوني نعرفكم شوية على راسي وعلى الهدف من هاد القناة الجديدة. دابا كان عايش في باريس وأنا مالك شقتي، وهذا شيء يخليني فخور بزاف. عندي حياة مزيانة، متزوج لأكثر من 25 سنة وعندي زوج ولاد، وهذا حتى هو فخر كبير بالنسبة لي. الخدمة ديالي مزيانة ومراتي عندها خدمة زوينة، وكل شهر كيدخل لينا مدخول مزيان، يعني من بعيد كل شي باين مزيان. غادي نحكي لكم قصتي، قصة واحد المغربي اللي تزاد في الثمانينات. غادي نشارك معاكم التجارب ديالي ونخليكم مع خلاصة. تولدت في فرنسا في الجنوب الغربي، واحد المنطقة اللي عزيزة عليا بزاف. أصلي مغربي وترعرت في واحد الحومة صعيبة، يعني بدينا الحياة بواحد العاقة. صراحة كانت عندي صعوبات كبيرة في المدرسة وما كانتش من الأولويات ديالي، ولكن بعد شوية الأمور بدأت تتحسن. حي تدرت واحد الارتقاء الاجتماعي مهم، لكن غادي نشوفه مع بعضياتنا بلي ماشي دايما الأمور كما كيبان. اليوم كنسول راسي بزاف ديال الأسئلة على معنى حياتنا وفين قاعدين. بارطاجيو، ديروا لايك وتابعوني إذا بغيتوا تعرفوا الجزء الجاي بالكيسين القادم.